السلام عليكم خوتي، توحشتكم بعد غياب طويل في هذه القناة. لم أنشر لكم فيديو، اليوم عدت لكم بفيديو جديد. نتمنى من كل خوتي وحبايبي اللي راه يشوف فيا، نتمنى يشترك في هذه القناة ويفعل الجرس باش تشجعونا باش نستمر في المزيد ان شاء الله. اليوم جينا لكم بفيديو خصيصا لمباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره السنغال. المنتخب الوطني الجزائري يفوز على نظيره السنغالي أسود الترنجة بجدارة واستحقاق. المنتخب الوطني الجزائري اليوم أسعد ملايين من مشجعي المنتخب الوطني الجزائري. بصراحة مباراة اليوم عجبتني بزاف بزاف. قبل أنا كنت باغي ندير فيديو في مباراة تنزانيا، مباراة للنسيان، مباراة مملة بمعنى الكلمة، مباراة للنوم. فهذاك الماتش أنا كنت فرج هذاك الماتش كونتر تنزانيا، بصراحة كل الشعب الجزائري وكاع اللي شاف الماتش بلي مباراة مملة، مباراة ليست بمستوى الاحترافي الذي من مستوى المنتخب الوطني الجزائري. ولكن الصحافة في تلك المباراة وضعت حرب إعلامية شنعاء ضد الكوتش جمال بلماضي. حسب وجهة نظري في تلك المباراة، حسب وجهة نظري ربما يوفقني البعض، ولكن أتمنى من كل مشاهد أن يترك تعليقا في صندوق التعليقات يعبر ما يشاء، لأننا في ديمقراطية. لا أريد أن أخدم مصالح ما أي شخص، أنا أريد أن أقول فقط الحقيقة. في تلك المباراة يا أعزائي يا مشاهدين الكرام، مباراة شكلية متخذة من التأهل، وجمال بلماضي راها مباراة تحضير. شفنا لاعبين شباب دخلوا، ولكن هناك لاعبين خارج الإطار بمعنى الكلمة ليس لهم مكانة في المنتخب الوطني الجزائري. لكن فلنستمتع في مباراة اليوم. لي باسي مات صحيح في مباراة السنغال. المنتخب الوطني الجزائري دخل بتشكيلة بالنسبة لي تشكيلة جيد جدا، تشكيلة ممتازة. في حراسة مرمى أنطوني ماندريا، في الدفاع كل من عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، غايان أيت نوري، يوسف عطال. في وسط الميدان غامي الزروقي، وعودة المايسترو والخبرة العالمية، لاعب ذو خبرة يجري حسب وجهة نظري مازال في المستوى، وهو سفيان فيغولي. أداء خرافي. سفيان فيغولي في هذه المباراة هو من حرك المنتخب الوطني الجزائري وأنقذه من الغيبوبة، كأنه أعطى السيروم أكسجين المنتخب الوطني الجزائري. برافو، هاول حقك يا سي سفيان فيغولي، وهاول حقك وما زلت في المستوى. جمال بلماضي أن حسب وجهة نظري لم يجد من يعوض سفيان فيغولي، ولاعب لا يعوض أبدا. ودخل أيضا بفاز شعيبي صاحب الهدف الكتكوت الصغير، ما شاء الله لاعب ذو مستقبل للمنتخب الوطني الجزائري. وثلاثي الهجوم رياض محرز، سعيد برحمة، وبغداد بنجاح. اللاعبين اللي ما عجبونيش اليوم بصراحة بغداد بنجاح، يجب أن تترك مكانك للاعب آخر، لأنك لا في هذه الفترة لا تصلح لقيادة هجوم المنتخب الوطني الجزائري. ضيعت فرص كثيرة وفرص سهلة، وخاصة الفرصة بين رامي الزروقي وبغداد بنجاح. رامي الزروقي أيضا مستوى متوسط، لكن ليس بالمستوى ضعيف. رامي الزروقي تحرك اليوم بعد سفيان فيغولي، باسكو سفيان فيغولي هو اللي كان يخدم دور صنع اللعب والدفاع، قطع عدة كرات. يا رامي الزروقي يجب أن تطور مستواك، لكن جمال بلماضي حسب وجهة نظري ما يعرفش يوظف رامي الزروقي. حسب وجهة نظري مستوى تاعك يا سي جمال بلماضي مستوى ضعيف شوية تكتيكمون في توظيف اللاعبين، راك شوية ناقص، ولكن يجب أن تراجع حساباتك قبل الدخول في كان الكوت ديفوار ل 2024. مباراة تحضيرية توجه
وتكشف مصير جمال بلماضي. جمال بلماضي تراجع مستواه، يجب أن نقول الحقيقة. لست لأصفق للكوتش جمال بلماضي، ولكن يجب عليه أن نتركه يعمل، لعل وعسى سيحسن مستواه. لكن في كان الكوت ديفوار هنا سنكتشف مستوى المنتخب الوطني الجزائري ومستوى جمال بلماضي. جمال بلماضي حسب وجهة نظري ارتكب أخطاء منذ مباراة بعد كان 2019. لم تجدد الفريق، بقيت كما نقول كان راسك شوية حجرة، كنت كما نقولوا تعتمد على نفس اللاعبين اللي توجوا بكأس أفريقيا بالكوت ديفوار. شفنا مستوى ضعيف جدا يتذبذب منذ مباراة بوركينا فاسو هي اللي فضحت تكتيك جمال بلماضي اللي كما نقولوا اسمها كامو مالو مدرب بوركينا فاسو، اللي قال بلي جمال بلماضي ما يربحنيش يعني اني عندي وصفه السحريه باش نفوز على جمال بلماضي. ولكنه فرض التعادل على المنتخب الوطني الجزائري في مناسبتين، وكدنا ان نقصى باعجوبه لولا الحظ الذي كان في ملعب مصطفى شاكر. ولكن في كان الكاميرون خرجت بالنسبة لي مستوى ضعيف جدا. في كان الكوت ديفوار خرجنا من الدور الأول، مستوى ضعيف بالنسبة لي. ولكن جمال بلماضي عاد من جديد في مباراة المصيرية ماتش دو باراج في مباراة الكاميرون اللي فزنا خارج الدائرة بهدف ل0. وجمال بلماضي ارتكب أخطاء فادحة في مباراة الإياب ضد الكاميرون، اعتمد على نفس الأسلوب اللي لعبه خارج الدائرة. ولكن المدرب الكاميروني استنتج خلاصة الفوز على المنتخب الوطني الجزائري. ولكن هناك أيضا بنسبة 30% من فضائح تحكيمية. ولكن جمال بلماضي هل ستنجح في كان الكوت ديفوار؟ نتمنى لك الفوز، لأن جمال بلماضي عندما يفوز منتخب وطني الجزائري تفوز الجزائر وليس جمال بلماضي. جمال بلماضي حسب وجهة نظري راجع شوية حساباتك. مبروك لك الفوز على منتخب السنغالي اللي وضعت اسم جبار بقيادة المنتخب الوطني الجزائري بالفوز على السنغال، على بطل افريقيا في بلده. لأول مرة في التاريخ منتخب يفوز على السنغال على أرض ميدانه وفي ملعبه الجديد بهدف مقدم 0. منذ 2012 لم ينهزم المنتخب السنغال في أرض ميدانه. ولكن هناك أيضا لاعب يعجبني بزاف هو يوسف عطال، اللي عاد من المستوى البعيد. يوسف عطال اللي كان لاصق مع ساديو ماني وما خلاش يتحرك، وساديو ماني ما صنعش فرص خطيرة. وشابو الحارس، اكتسبنا حارس عملاق أنطوني ماندريا اللي أنقذ المنتخب الوطني الجزائري من عدة فرص كانت سامحة للتسجيل. اللي كسبنا حارس اللي يعوض أسطورة الحراسة في المنتخب الوطني الجزائري رئيس وهب بوحي، اكتسبنا حارس عملاق. وغير أيتنوري مستوى خرافي وعالمي في الجهة اليسرى، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. إذا نتمنى كل توفيق للمنتخب الوطني الجزائري وخصيصا جمال بلماضي. نتمناك أنك تدخلش في خطة تاعك في الصحافة، فاسكو الصحافة تتبع فيهم غادي تروح الواد. عندك مستطيل أخضر تماك دير الخطة تاعك، وعندك اللاعبين. باسكو تدخل مع الصحافة وتدخل في حاب هكا قسما بالله المستوى تاعك يولي زيرو، صفر تحت الصفر. ما تنزلش المستوى مع الصحافة رد على الأسئلة تاعهم واحترمهم، بصح تدخل تعاير واحد والله غالب. هذه الصحافة تاعهم ما عندك حتى باسكو الصحافة هي عنوان الدمار. باسكو كي يتلموا كومبلي يقدروا المستوى تاعك في اللعب صفر، يولي تاعك يقول لك غير انضباطي، يجبدوك الواد. هذه هي. نتمنى لكم كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، ونتمنى لكم حظ سعيد. وخوتي ما تنساوش تشتركوا في هذه القناة، وتلاقاو في فيديو جديد. سلام.